بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع أم بود. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة قوي قوي ان شاء الله من التفريزات اللي احنا كنا مفرزينها من فرخة واحدة. بسم الله ما شاء الله. عملت منها قبل كده وصفتين بس مش على القناة، مصورتهمش، والوصفة دي منهم وصفتين منهم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومفاجأة البطاطس، شوفوا البطاطس عملت معايا ايه. غسلتها وسلقتها، حطيت الميه على البوتاجاز تسخن عبال ما غسلت البطاطس، فحطيتها في ميه سخنه. ففرقعت كده واتهرت بعد ربع ساعه. وطبعا وطيت عليها وغطيت. فانا سالت، خفت تكون البطاطس بايظه او فيها اي اذى. فسالت على النت وكده، قالوا لي لا، ممكن تحرضت من جو بارد لحاجه سخنه على طول، فاتصدمت ففرقعت كده. فالحمد لله. اذا كان عليكم ليكوا عندكم تفسير، اي تفسير تاني ليها، يا ريت تنصحوني وتقولوا لي. هنا بقى كان معانا العصاج اللي احنا فرزناه مع بعض من فرخه واحده. كنا عاملين 3 اكياس عصاج. احنا اخدت كيس منهم اهوت. هعمله هعمل بيه الوصفه اللي هنعملها ان شاء الله. ويا ترى قبل ما اقول الوصفه كده، الوصفه دي هتكون ايه ان شاء الله. ومعانا برضو طبق الكفته اللي عملناه من نفس الفرخه برضو. ولسه معانا وصفات تانية كتير، وكنت عملت كفته رز قبل كده برضو من نفس الفرخه، بس ما صورتهاش معاكم. انا هنا بعد ما قشرت البطاطس اللي فرقعت دي، هرستها كويس جدا وهملحها وهتبلها. طيب هعمل بطاطس بيوريه، هتبلها بايه؟ بكمون وفلفل اسود وملح وزعتر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ورشة قرفة بسيطة كده، وحبة شطة لو كنت بتحبيها سبايسي. ومعايا بيضة برضو هحط عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود ونقطتين 3 خل كده علشان خاطر الزفرة، وهحطها عليها. ومعايا برضو من وش اللبن معلقتين 3 قشطة من وش اللبن، او عندك زبدة حطي مكعبين 3 زبدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحطيت حوالي 6 معالق زيت كده من الزيت بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا كوباية لبن 150 ملي، هاخد منها لحد ما هحتاج لما تبقى البطاطس طرية كده وتبقى سهلة الفرد ان شاء الله. عندك جبنة موتزاريلا حبيبتي حطيها، ما عندكيش خلاص. انا كان عندي حبة من وصفة كنت عاملاها قبل كده يعني الاسبوع ده، فانا حطيتها عليها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى قلبت الخليط كله ببعضه، المكونات اللي احنا شفناها وحطيناها ديت. ودهنت الصينيه اللي هستخدمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دهنتها حبه زيت من الاجناب ومن القاع كده، ورشتها بقسماط. بقسماط انا كنت عاملاه في البيت. لو ما عندكيش بقسماط، رغيف عيش ناشف كده او حمصيه وطحنيه في الكبه بتاعه البهارات، وان شاء الله هيطلع بقسماط حلو جدا. وتبليه. هنا العصاك كنت نشفته بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على البوتاجاز تاني بعد ما طلعته من الفريزر وفك، حطيته على البوتاجاز تاني، اديته تشويحه كده، وفردته كده فوق. فرشت نص البطاطس، وحطيت عليها العصاج، وحطيت عليها حبة جبنة موتزاريلا برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحطيت نص كمية البطاطس اللي كانت باقية. هنا بقى مش هتحطي عليها حاجة، مش هتحطي عليها جبنة. اعمليها خطوط كده، اديها شكل، او مش عايزة تديها شكل براحتك خالص. ضايقتك في ان انت تسويها، كيس كده بتاع التلاجة، ادهنيه زيت وسويها بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى علشان ادهن الوش، حطيت معلقه قشطه برضو اللي هي وش اللبن اكيد موجوده عندنا، وحطيت بيضه، وحطيت معلقتين لبن تانيين، وحطيت 3 معالق زيت كده برضو. بسم الله ما شاء الله. ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه زعتر حطيتها علشان تديني طعم. الزعتر بيدي طعم رهيب وجميل جدا لصينيه البطاطس البيوريه. وهنا رشه كمون برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورشة جنزبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، علشان خاطر يعني تديني ما يبقاش فيه زفرة للبيضة كده. وهحط برضو نقطتين خل. بسم الله ما شاء الله. وهضربهم كويس وهدهن بيهم وش الصينية. عندك جبنة موزاريلا حابة تحطيها حطيها، ما عندكيش جبنة موزاريلا كفاية بس البيضة. عندك قشطة بس مع اكتر من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادهني وش الصينية قشطة، او معلقتين زبدة سايحين ورشيهم فوق الوش. انا كنت حطيت رشة سمسم فوق الوش كده، او لسه هحطها تقريبا.
السمسم بحاول يعني اخلي الوجبة اللي اعملها او الوصفة اللي اعملها تكون مليانة بالعناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمنا وجسم اطفالنا كلنا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى كنت جبت رشة السمسم اهوت، ورشيت برضو بقية البقسماط على الوش كده علشان يديني قرمشه من القاع. طبعا احنا فرشنا في الصينيه بقسماط مع زيت، دهنا الصينيه زيت ورشيناها بقسماط. ودلوقتي برضو بعد ما حطينا خليط البيضه باللبن بمعلقه القشطه معلقتين الزيت والبهارات اللي حطيناها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رشيت رشه سمسم ورشيت بقيه البقسماط هتديني قرمشه من فوق وقرمشه من القاع كده. وادي صينيه الكفته اهيت بسم الله ما شاء الله. كنت فارده تحتيها بصلتين كده متقطعين طرنشات ودعكهم بملح وفلفل اسود، وبرده حوالي طماطمتين او 3 طرنشات وحطاهم تحتيها برضو تخليها جوسي وحلوه كده. والطماطم والبصل ده بيتاكل بيبقى طعمه جميل جدا جدا برضو بسم الله ما شاء الله. لو عامله رز ولا حاجه، ولو عامله سندوتشات الكفته برضو بتحطي معاها خليط البصل دوت. بسم الله ما شاء الله. دخلتها على الرف اللي في النص، يكون الفرن بتاعك عالي، الفرن بتاعك مش عالي حطيها في القاع. حسيتي ان هي بتعمل صوت كده طلعيها بقى على الرف اللي في النص علشان خاطر القاع بتاعها ما يتحرقش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان جميله جدا. تسيبيها لما تبرد عشان لو عايزاها الخرطه بخرطتها كده مش مشوهه ولا حاجه ولا فيها حاجه كده، سيبيها لما تبرد وتبقى دافيه كده وتقطعيها. وكنا مقدمين بقى معاها سلطه وقته وسلطه طحينه وسلطه بنجر، وكفته بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجاء حبايبي دعواتكم لأمي بالرحمة وأبويا. سلام عليكم.